الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق على مختصر العلامة الأخضري رحمه الله تعالى في فقه العبادات. وقد بلغنا إلى قول الشيخ رحمه الله: ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام. وقبل أن نشرع في المقصود فاتنا تعريف المكلف. قال: ويجب أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. فاتنا نعرف من هو المكلف. المكلف هو البالغ العاقل، كل بالغ عاقل فهو مكلف. لذلك قال عبد الواحد بن عاشر: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حولا ظهر. فالبالغ العاقل فهو مكلف، أي مأمور بالواجبات التي أوجبها الله تعالى من طهارة وصلاة وصيام وزكاة إن كان في حقه عنده مال، أو زكاة الفطر في رمضان وغير ذلك من الواجبات. هل الكافر أيضا في خلاف الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذا قال في الورقات، قال: والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح به وهو الإسلام، لأنهم مخاطبون بالإسلام وبشرائع الإسلام. فكل بالغ عاقل فهو مكلف. نعم. البلوغ له علامات أشار إليها، لعلنا إن شاء الله نفصلها في شرح ابن عاشر. قال بعدها رحمه الله: ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. هنا فاتنا أيضا شيء في النظرة. هناك نظرة قد تقتل المسلم، وهي النظرة الحاسدة، نظرة الإعجاب أو الحسد. نظرة الإعجاب إذا لم يصاحبها ذكر لله سبحانه وتعالى. تصور أنه في عهد الصحابة رضي الله عنهم أحد الصحابة كان يغتسل ورآه صحابي آخر فرأى جلده أبيض فأعجبه، فقال: لم أرى جلدا كهذا ولا جلد مخبأ. تعجب، قال: في حياتي ما شفتش جلد أبيض كما هذا. فالرجل وعك من ساعته، من حين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه قال: من تتهمون؟ من تظنون أنه قد أصاب؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب بعين. قالوا: فلان. فاستدعاه وقال معاتبا إياه: على ما يقتل أحدكم أخاه. إذا رأى أحدكم، ثم أوصى صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه من نفسه أو ولده فليدعو بالبركة فإن العين حق. نعم. وأمر ذلك الصحابي أن يغتسل، ثم اغتسل يعني توضأ في إناء، ثم صب فوق ذلك الذي مرض فعافاه الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا داخل في قول الشيخ: ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. نعم. فالإنسان إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. نعم. ثم قال: إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. هجران أهل الكفر والفسوق والمعاصي، والفسق والخروج عن طاعة الله عموما. هجران أهل الفسوق والمنكرات عموما دل عليه قوله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الآية. وقوله أيضا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمسلم الفاسق، الفسق هنا درجات، وتختلف حالة هذا المسلم العاصي الفاسق بحسب معصيته.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجران المسلم عموما، فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن ثبت عمليا أنه صلى الله عليه وسلم هاجر بعض أصحابه، هاجر 3 الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك واستنفر الناس للخروج، فوجب عليهم أن يخرجوا معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العادة أنه يوري، إذا كان يريد منطقة معينة أو قبيلة معينة لا يذكرها ولا يسميها، يقول شرانا راح نهجموا على قريش ولا تغلب ولا كذا، وإنما كان يعني يوري. إذا كان هو قاصد قريش يبدأ يسأل عن هوازن، الهوازن شحال عندهم العدد تاع الجيش كذا كذا، وهذه كانت حيلة حربية يعني من ذكائه صلى الله عليه وسلم. حتى الجواسيس إذا كان هناك منافقون أو جواسيس حبوا يرسلوا معلومات خاطئة فيباغت عدو آخر، يمشي في طريق ثم يغاير. لكن لما كان خارج إلى غزوة تبوك صرح لهم، قال لهم رانا قاصدين الروم، والروم أصحاب عدد وعدة، فلا بد النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لملاقاة عدو مهلك، لا يجوز تخلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويخاطر بنفسه وأنت تبقى في المدينة من غير عذر وأنت سليم صحيح معافى، لا يجوز. قال تعالى في ذلك ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إذن فهؤلاء 3 تخلفوا من غير عذر، وهناك آخرون، لكن هؤلاء 3 من الصحابة الصادقين والبقية منافقون. النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى تبوك ثم رجع، جاء لما وصل إلى المسجد جاء المنافقون يعتذرون يحلفون، والله هذا يقول كنت مريض وهذا يقول كذا. النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم إلى أمر الله وعفى عنهم. لكن هؤلاء 3 صدقوا، قالوا له يا رسول الله ما عندنا حتى عذر، تخلفنا بغير عذر. قال لهم إذن ما تهدروا معايا ما نهدر معكم حتى ينزل فيكم أمر الله سبحانه وتعالى. فماذا؟ فثبتوا. هجرهم 40 يوما، وأمر أقاربهم أيضا أن لا يكلمهم أحد من الصحابة. كعب بن مالك يروي قصة في الصحيحين، قصة طويلة، يقول كنت ألقي عليه السلام فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا. أمر عظيم. ثم بعد 40 يوم كان مخليهم مع النساء تاعهم، بعد 40 يوم قال لهم النساء تاعكم يفارقوكم، تبقى وحدكم حتى النساء تاعكم يفارقوكم. هجرهم نساء، يعني كعب بن مالك هجرته امرأته، ذهبت إلى أهلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بفراقها. أما الآخران فكانا شيخين كبيرين فأذن لهم. بعد 50 يوم نزلت الآيات في سورة التوبة تبرئ هؤلاء 3 وتصفهم بالصدق والثبات، وتلعن وتتوعد أولئك الذين كذبوا تخلفوا ثم كذبوا في الآيات. الشاهد أن هذا الحديث قال فيه العلماء، قال القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، قال فيه هجران أهل الذنوب وقطع مكالمتهم والإعراض عنهم وترك رد السلام عليهم إذا كان ثم من يرده غيره أو رده سرا تأديبا لهم. إذن فيه تأديب. هذا متى يعني يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقام الدولة وكانت له العزة، كانت له التمكين، فعندما أمر بفراق هؤلاء 3 ماذا؟ تأثر هؤلاء 3. أما إذا كنت مستضعفا أنت فماذا؟ فتهجر يعني من يرجى ربما بتوبته صلاح أو كذا، فربما يستغنى الناس عنه. إذا صار الإنسان يهجر الناس وكذا يؤدي إلى انحصاره هو واستفراد هؤلاء يستفرد بهم الشيطان. نعم، فالإنسان إذن ينزل الأمور منازلها. لذلك قال ابن أبي زيد رحمه الله في كتابه الرسالة يسر الله تدارسه، قال والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها. إذن قيده بهذا، يكون إنسان صاحب بدعة
بدعة ظاهرة في مسائل فقهية مختلفة، أو متجاهر بالكبائر، مثلا مجاهر بكبائره معلن بها، لا يصل إلى عقوبته، ما يقدرش يعاقبه، ولا يقدر على موعظته، ما يقدرش ينصحه ويوعظه، أو لا يقبلها، على باله باللي لو نصحه لما قبل منه. نعم. إذن فالهجر قال العلماء دواء، إن أفاد فاستعمله وإلا فلا. والأصل هو كما سيأتي هو البداية بالنصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. اقرأ. بارك الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، وأن يحب لله ويبغض لله، ويرضى له ويرضى له. حسن. إذن يجب عليه الآن عمم، قال يجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. الجوارح جمع جارحة، وهي هذه الآلات التي رزقها الإنسان: السمع والبصر واللسان واليد والرجل والبطن والفرج. وتسمى الكواسب لأنه يكتسب بها الخير أو الشر. إذن يجب عليه أن يحفظ جميع الجوارح ما استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف تحفظ الله؟ أي تحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه الجوارح التي أعطاك إياها تستعملها في طاعة الله وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الإنسان يحفظ هذه الجوارح. هذه الجوارح أيضا إذا قلنا يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يرضيه، ويوفق الإنسان لأن يعصم بعون الله وتوفيقه إذا حافظ على الفرائض وأكثر من النوافل، يصل إلى أن يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبه الله ووصل إلى هذه الدرجة، وعد الله سبحانه وتعالى من أحبه، من وصل إلى أن يحبه الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يحفظه. قال عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي، ولاية الله سبحانه وتعالى، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يصير مسدد. يعني حتى هو عندما ربما يعزم أو يأتي من يجره إلى المعاصي، الله سبحانه وتعالى يوفقه لأن ماذا؟ ينسع ويتوب ويرجع، يعصم بإذن الله. قال: ولئن سألني لأعطينه، يصير مستجاب الدعوة. ولئن استعاذني لأعيذنه. لما يطلب من الله العوذ والحماية من شيء، الله تعالى يعيذ ويحميه. هذا بماذا؟ بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل. قال: وأن يحب لله ويبغض له. وهذا أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الأثر عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله، قال: وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. ويروى أيضا عن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وصدق رحمه الله ورضي عنه. الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكفر يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما هي الأسباب؟ قال المفسرون: أي المودة. فهذه المودة والمحبة التي تكون لأجل الدنيا مآلها، قال عز وجل: لخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا من كان يصاحب أخاه لأجل
السير في طاعة الله وفي تقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يحب الشخص يحبه لله، هذا هو الميزان، يحبه لأنه مطيع لله سبحانه وتعالى لأجل الدار الآخرة وليس لأجل الدنيا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان إذا يسيء إليه لا يتأثر، فإذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى يغضب عليه الصلاة والسلام. جاءه الرجل فأمسكه من بردته سحبه وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أتى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب ولم يرد عليه بسوء. نعم، لكن عندما يرى المعاصي يرى أثر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم ويغضب. قال واصل ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لقوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لكن كما سبق كل شيء لا بد أن يكون عن علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن العلم ويأتي بعد العلم. إذا لم تأمر بالمعروف عن علم قد تؤدي إلى مفسدة أكبر من الخير الذي أردت أن تحسنه، وإذا لم تنهى عن المنكر عن علم وبعلم فإنك قد تنهى عن منكر صغير فتؤدي إلى مفسدة أكبر. جاء رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبول أكرمكم الله في سارية من سواري المسجد، فالصحابة رضي الله عنهم قاموا ينهوا عن هذا المنكر، رأوا أنه منكر صح ولا لا، سينجس المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا بوله، اصبروا. كيف رجل يبول في المسجد نتركه؟ قال اصبروا لا تزرموه. ثم بعدما قضى الرجل ما فعل نصحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهريقوا على بوله سجلا من ماء، أي دلوا كبير من الماء. فلو أنه تركهم صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ربما نجس ثوبه إضافة إلى تنجيس المكان، كان سينجس ثوبه. نعم، وربما أيضا أصابه مرض أو كذا أو أذى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل جاهل فعل شيئا عن جهل فتصبر ثم تنصحه بالتي هي أحسن. نعم، ومثله معاوية بن الحكم السلمي، هذا الذي دخل يصلي في المسجد لا يعرف أحكام الصلاة، فأحد الصحابة بجنبه عاطس فحمد الله فشمته قال يرحمك الله. وكان حينها الصحابة لم ينهوا عن النظر يمينا وشمالا، ثم نهوا بعد ذلك فنظروا إليه كمنكرين عليه. فالرجل قال واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ فماذا؟ فضرب الصحابة في أفخاذهم حتى يسكت. بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكي، هذا معاوية بن الحكم السلمي يقول فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال له يا هذا إن هذه الصلاة هي تسبيح وذكر لله عز وجل ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني شوف هكذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا النموذج في النهي عن المنكر كيف يكون، واضح ولا لا؟ فإنسان ينهى عن المنكر إذا لم يكن عن علم وبعلم قد يتوهم ما ليس منكرا يكون إنسان ما طلبش العلم ما يعرفش مسألة، هذا الذي فعله هذا الشخص ربما صحيح، ربما مسألة فقهية مثلا الفقهاء اختلف مسألة فقهية، هذا الفاعل الذي فعل هذا الشيء فعله مقلدا لعالم من العلماء وفعله صحيح، فتأتي أنت وتنكر عليه تقول أنت تفعل كذا هذا خطأ، وهو ليس بخطأ. وهنا لفتة قصة إمام من الأئمة المسلمين معروف اسمه ابن حزم من علماء الأندلس. قصة طلبه للعلم، هو كان من عائلة غنية وعايش في بيت تعملوه، يعني ما طلب العلم،
في يوم من الأيام دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر، دخل إلى المسجد بعد صلاة العصر، فجلس، فجاءه شخص وقال: يا هذا كيف تجلس ولم تصلي تحية المسجد؟ فقام وصلى تحية المسجد. في اليوم التالي دخل في نفس الوقت ودخل وصلى تحية المسجد، لأنه البارح نصحه وقالوا له صلي. بعدما صلى جاءه شخص قال: كيف تصلي في هذا الوقت؟ هذا وقت نهي، لا يجوز أن تصلي في هذا الوقت، ألا تعلم بأنه لا يجوز؟ رجل قال: سبحان الله، واحد يقول لي صلي وواحد يقول لي ما تصليش. فقال: عقد عهدا على نفسه أن يطلب العلم ويتفقه في الدين، وصار من علماء المسلمين. ولكن كان زعفان بالذات، كان أحيانا ربما يعني يحط من قدر العلماء عندما يناقشهم في مسائل. فالشاهد أنه ماذا كان سببا لطلب العلم. لماذا؟ لأن واحد خلوا يصلي وواحد خلوا ما تصليش. نعم. لكن الإنسان لما يكون بعلم، أحد فقهاء المالكية دخل إلى المسجد في وقت نهي بعد صلاة العصر، معروف عندنا في المذهب أنه تكره الصلاة تحية المسجد، فدخل فجلس، فجاءه شخص قال: يا هذا كيف تجلس ولم تصلي تحية المسجد؟ فقام فصلى، مع أنه يرى أنه مكروه. قال: خشيت أن أكون ممن الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا العلم، هذا الفرق بين واحد ما يعرفش وواحد عن علم. نعم. كان المذهب اللي كان فيه كان يجيز ركعتين، لهذا وصل. نعم، هذا الثاني احترام المذهب. نعم، تقصد العالم هذا الفقيه. نعم، هو مراعاة للخلاف طبعا، والكراهة وليس التحريم، كان في وقت كراهة. نعم. أما لو كان وقت تحريم، وقت إذا تضيفت للغروب وإذا تضيفت للشروق، هذا وقت تحريم، لا تصلى النافلة، يجوز أن تصلى فقط، تقضى الفريضة فقط، أما النافلة فلا تصلى وقت تحريم. أما وقت الزوال فهذه الساعة نسخ، عمل أهل المدينة أنها ماذا؟ أنه يجوز. نعم. إذن تغيير المنكر له ضوابط لا بد من ضبطها. نعم، اقرأ. قال: ويحرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير العلم نفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها. إذن يحرم عليه الكذب. أشار الشيخ ركز على الكبائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر هي كل ذنب توعد عليه بالنار أو باللعنة أو في حد من حدود الله، في عقوبة حد ظاهر، هذه الكبائر. هذه تختلف عن الصغائر. الصغائر كالنظر مثلا إلى الأجنبية سيشير إليه فيما بعد، فهذا من الصغائر. فأما الكبائر فلا بد من التوبة منها، ومن لم يتم منها فهو متوعد بدخول النار. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن عندنا الكبائر وعندنا الصغائر. الصغائر وش قال فيها الله سبحانه وتعالى؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم هي هذه الصغائر. وش فيها اللمم؟ قال: إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. إذن الكبائر هذا أمرها خطير، التي توعد عليها بلعنة أو حد من الحدود أو النار أو نحو ذلك، هذه من الكبائر، هذه لابد أن تجتنب، لابد فيها من التوبة واجتنابها والحذر منها. والصغائر هذه لا يسلم منها أحد، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذه الصغائر تكفرها الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، وهكذا. فهذه تكفر. والصيام يوم عرفة، صيام
يوم عاشوراء وغير ذلك، هذه تكفرها وتمحوها بإذن الله. إذن فالإنسان لابد، لذلك الشيخ بدأ ببيان الكبائر يركز عليها. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع عمدا. إنسان على باله باللي هذه الحاجة ما صارتش يقول صارت، أو على باله باللي هذه لم تحدث أو حدثت ويقول هذه لم تحدث متعمدا، هذا هو الكذب، وهو عكس الصدق. وقد لعن الله الكاذبين في القرآن الكريم، لعن الله الكاذبين. يقول ابن مسعود: وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعن، وكم من قارئ للقرآن والقرآن يكذب. نعم، فالكذب من كبائر الذنوب. فيه يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب حتى على الأطفال الصغار. مرة من المرات يقول عبد الله بن عامر: دعتني أمي يوما، قال والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: هاتي تعالى أعطيك. قالت: أروح نعطي لك حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قال: وش حبيتي تعطي له؟ قالت: أعطيه تمرا. وش قال لها؟ قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. إذن فهذا يعد كذبا حتى على الطفل الصغير. الإنسان ماذا؟ يتحرى الصدق حتى يكون من الصادقين. ولكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في بعض الحالات، أو استعمال المعاريض كما قال العلماء. جاء في صحيح مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. إذن عند الإصلاح بين متخاصمين، بين مسلمين متخاصمين، هنا جاز لك أن تنقل كلاما طيبا وتستعمل المعاريض، قل له والله هو نسمع لا يتكلم عنك إلا خيرا، أو تقول له يدعو لك في صلاته، وأنت تعلم أنه هو في الصلاة نحن نقول مثلا في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عباد الله الصالحين، ويستغفر الله يغفر للمسلمين والمسلمات، وهكذا. فقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والإنسان الله يحبك ويقادرك ويحترمك وكذا، والآخر تزيد تروح تقول له نفس الكلام وتلاقي بيناتهم. هذا ليس من الكذب. وقال أيضا في حديث آخر قال: لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها. الإنسان يستعمل أحيانا مع زوجته شيء من المبالغة. أنت أجمل امرأة في العالم مثلا، وعلى باله باليد هي قيس مسكينة، لكن حتى يطيب خاطرها وتدوم المودة بينهما والعشرة الحسنة. فهذا التبلعيط هذا مع الزوجة يعني لا يحاسب عليه الإنسان. تبلعيط بلعط معليش، لكن لا يستعمل الكذب الصريح، لأنه قد يؤدي إلى تهدم الثقة بينه وبينها. أحد الصحابة كانت له جارية، معلوم أنه يجوز للرجل أن يطأ جاريته، فزوجته لا تفقه كثيرا من القرآن في ذاك الوقت، فقالت: كنت مع جاريتك؟ فقال: لا. قالت: اقرأ القرآن. فأعطاها أبياتا من الشعر، قرأ لها أبيات من الشعر. هي ظنت عن القرآن. لماذا؟ حتى لا شك هي غيرة، يعني غيرة، هي ليس لها الحق أن تمنعه، فاستعمل هذا يقول العلماء المعاريض، تورية كما يقول. إنسان أنت تقول له كلام ويفهم شيء وأنت تقصد شيء. فهذا حتى تدوم المودة بينهما وحتى تزداد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات ألقى رجل شيخ أيضا
من العرب، وأراد أن يعرف عن العدو، جيش العدو، العدد نتاعهم وكذا، فسأله قالوا كم عدد العدو، كم ينحرون في كذا، يعني سأل تجسس. ثم الرجل سأله، كان هو أبو بكر، قال ممن أنتما؟ أنتما وش من القبيلة؟ كاين قبيلة ثم من القبائل تسمى قبيلة ماء، اسمها قبيلة ماء، فقالوا نحن من ماء. النبي صلى الله عليه وسلم قصد أننا خلقنا من ماء، الله تعالى ذكر هذا في القرآن، خلق من ماء دافق، فقال نحن من ماء. النبي صلى الله عليه وسلم قصد نحن خلقنا من ماء، والرجل فهم أنهما من قبيلتنا. هذا من المعارض التي تستعمل عند الحاجة. الموضع الثاني الكذب في الحرب أيضا، ومنه هذا الذي ذكرناه قبل قليل أيضا. قال والكذب ليصلح بين الناس. إذن هي ثلاثة مع زوجاته، خصوصا عند التعدد اللي عندهم زوج وثلاثة وكذا، ربي معهم سكن، كل يوم محاكمة ومشاكل. وفي الحرب والإصلاح بين المتخاصمين. نعم. أحيانا الضرورة لا أحكام، نحن نتكلم عن الأصل. الأصل في الكذب أنه كبير من كبائر الذنوب، ثم يستثنى حالات الضرورة كما ذكر. نعم. الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره. قال الرجل أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان وهو أشد من الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم شبه، وضع تشبيه للغيبة، قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبه المغتاب لأخيه بما لو أكل لحمه وهو ميت. إذن هذا هو الأصل في الغيبة، ولا تجوز إلا كما يجوز أكل الميتة لمن؟ للمضطر. المضطر إنسان مشرف على الهلاك، هذا جاز له أن يأكل من الميتة ولا لا؟ من لحم أخيه ميتا. إذن لا يجوز أن تأكل من لحم أخيك وهو ميت إلا في حال الضرورة. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه الضرورة يعني جاء في السنة بيان مواضع منها، نظمها بعض العلماء بقوله والذم ليس بغيبة في ستة، أو والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الستة ليست من الغيبة. ما الدليل على أنها ليست من الغيبة؟ جاء في الآخر متظلم، إنسان جاء يتظلم أو يستفتي. كذلك جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها وارضاها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا ينفق، كان بخيلا. قالت فهل يجوز لي أن آخذ ما يكفيني وأهلي، أن آخذ من ماله يعني بغير علم؟ قال خذي ما يكفيك وأهلك بالمعروف، يعني قدر الضرورة. هي وصفته بأنه شحيح، لكن جاز لها. لماذا؟ لأنها تستفتي وتتظلم عند القاضي أو عند المفتي، جاز. والأفضل أن الإنسان إذا استطاع أن يستر يستر، لكن إذا اضطر هو مضطر حتى المفتي يفتيه أو القاضي يحكم، لابد أن يخبره بالواقع والحقيقة. المعرف، إنسان قلت له جاء فلان أو أرسل إليك فلان رسالة، شكون فلان؟ قلت فلان بن فلان. شكون فلان بن فلان؟ أدخل له الأعرج فيعرفه، خلاص. لذلك كان بعض العلماء قديما يسمى بالأعرج والأعمش وكذا، فهذا كان تعريفا وليس للذم. ومحذري، التحذير إذا كان اضطر الإنسان أن يحذر. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وتستشيره، قالت خطبني الجهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد.
فهي ما كانتش حابة تتزوج أسامة لأنه كان أسود البشر. النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الثلاثة بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخطبة على خطبة أخيه، صح ولا لا؟ قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه. لكن هؤلاء الثلاثة يبدو لأنه في هذاك الوقت كان ما كاش يعني النساء قليل، مش كما هذا الزمن كان النساء قليل، فربما خطبت المرأة يعني في وقت واحد من 2 أو 3، وكانت حتى التي ترملت والتي طلقت تتزوج مرات وكرات. النساء كان الزواج سهلا ميسورا أيضا. فهؤلاء الثلاثة خطبوها في وقت واحد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، في رواية صعلوك لا مال له، يعني في ذاك الوقت كان ماهوش قادر على المسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج لازم تكون قادر يعني على الباءة والتكاليف تاعه. قال: وأما الجهل فضراب للنساء، في رواية لا يضع العصا عن عاتقه. قال: انكحي أسامة. قالت: فنكحت أسامة فاغتبطت به، يعني سعدت في زواجها. فهذا المحدث، الإنسان جاك يستفتيك في خطبة أو يسأل عن أهل بيت يريد أن يخطب ابنتهم، أو العكس جاءك والد بنت أو أخوها يسألك عن خاطب خطبه، جاز لك أن تعرف وتحذره إذا كان لا يصلح، قال هذا تاجر مخدرات ولا يتعاطى ولا كذا، يعني فأنت مضطر أن تخبر بمثل هذا. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. فوق المسلم حاجة ما تقبلهاش روحك أنت، فكيف تقبلها لأخيك؟ نعم، فتضع نفسك مكانه كما قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومجاهر فسقا، الإنسان مجاهر بفسقه، عنده معصية مجاهر بها، مثلا يشرب الدخان أمام الناس أو شيء من هذا فتقول فلان مدخن، فهذا ليس غيبة له إذا كان مجاهرا بتلك المعصية. نعم. ومستفتي ذكرناه، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر أيضا يشبه المتظلم. فهذا إذن من الغيبة التي جازت للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. إنسان مثلا في المعرف مثلا، أو في من جاءك يستنصحك في خاطب أو مخطوبة، فإنك ماذا؟ إذا القدر الذي يجزي، تبلاش تحكي له مسلسل، تحكي له حكاية الإنسان هذا قاعد، لا، قدر الضرورة. قال: أنا في رأيي لا أنصحك به، فيه كذا أو كذا، يعني تتكلم بقدر، لا تكثر من التوصيف والشرح وكذا، وتسترسل في ذكر المذام، واضح؟ فهذا ضرورة تقدر بقدرها. عندنا قاعدتين تتماشيان مع بعض: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. مثلا في ستر العورة، الطبيب يحتاج إلى كشف مكان العورة، يكشف المكان، قال العلماء الذي يضطر إلى كشفه، لا يكشف كل الجسد وهو بحاجة إلى كشف مثلا فخذ أو شيء من هذا، واضح ولا لا؟ فهكذا الضرورة تقدر بقدرها. نعم. والنميمة وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، وهي خطيرة، قد نهى الله عنها فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة سبب لدخول النار وسبب لعذاب القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات في نمام، ما في الصحيحين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في شيء صعب. وفي رواية: بلى إنه كبير، يعني هو أمر خطير، لكن كان يسهل عليه ما تركه. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فهذا المشي بالنميمة ماذا؟ جعل صاحبه يعذب في قبره والعياذ بالله. الإنسان ينقل كلام يفسد بين الناس. وهنا الإنسان علاش دائما يشوف اللسان، التأثير تاعه أكثر معاصي تجي من اللسان. الإنسان أحيانا ربما شخص هذا يخبرك بأمر، والعلماء يعني يعدون المجالس أمانة. إذا كان تعلم بأنه هذا الإنسان التفت أو أوصاك قال لك ما تحكيش ولا هذا سر، أو رأيت منه ما يدل أنه سر وأنه اختصك به،
فتروح انت على نيتك تروح تحكي لواحد اخر تقول له فلان او دار كذا وكذا، فالاخر يزعف عليه ويقول له ما يتهدروش. ما السبب؟ انت الذي نقلت. لذلك الانسان يحذر ان يقع في النميمه من حيث شعر او لم يشعر. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قوله لما سأله الرجل قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، سيرد الحق ويغمط الناس ويبخسهم حقوقهم. فهذا هو الكبر، سنتكبر، وهي أول معصية عصي الله بها، وهي من معصية الأولين والآخرين كما قال العلماء. إبليس وقع في الكبر والحسد، وقع في الكبر والحسد، تكبر على آدم عليه السلام وحسده. نعم، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني رأى نفسه أفضل من غيره، تكبر، هذا هو التكبر، يرى نفسه أكبر من غيره بغير وجه حق. هذه معصية خطيرة جدا وهي من كبائر الذنوب. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن الآخرين أنهم أيضا استكبروا، قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله. نعوذ بالله من الكبر. هؤلاء الذين سورة غافر تتكلم عن قصة فرعون وتحكي عن التكبر والكبر، لأنه كان السبب الذي أدى بفرعون إلى النار. قال عز وجل كذلك في سورة غافر أيضا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هؤلاء المتكبرون هم أهل النار، يعني يطبع على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان يعالج ماذا؟ يعالج الكبر بالتواضع، عكسه التواضع. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. حديث صحيح مسلم. قال والعجب وهو قريب من الكبر. قال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإنسان يعجب بعمله، يعجب بكثرة عدد أو يعجب بشيء فعله، فهذا يدخله الغرور، وهذا من أخطر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه علينا. كان يخشى علينا العجب والغرور أكثر مما يخشى علينا من الذنوب. لذلك قال بعض السلف قال رب عاص كانت معصيته سببا لدخوله الجنة ورب مطيع كانت طاعته سببا لدخوله النار. قيل كيف؟ قال لا يزال العاصي يستغفر ويندم ويفعل الصالحات حتى تكون معصيته سببا لارتقائه في الجنة، ولا يزال صاحب الطاعة الذي أطاع، راح حج مثلا ولا اعتمر أو صام أو شيء من هذا، دار شيء عمل من الأعمال الصالحة البارزة، قال ولا يزال هذا المطيع يغتر بعمله وكذا حتى توقعه طاعته في النار، يقع في العجب والرياء اللي يتفاخر بها فيحبط عمله. لذلك التفاخر وذلك الغرور والعياذ بالله. والرياء أيضا من المحرمات، وفيه قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يراءون وقال في الآية الأخرى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يتعبد حتى يراهم الناس. وفي الحديث الآخر قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يظهر للناس أنه ما شاء الله أنه مطيع
يظهر الطاعة ويخفي الحقيقة والمعصية. فمراءة الناس، أن الإنسان يعمل ويزين أفعاله وأعماله وعبادته حتى يراها الناس، فهذا من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالويل وذم أهلها ووصفهم بالنفاق والعياذ بالله. الإنسان يحرص على الإخلاص، يحرص على الإخلاص ويجاهد نفسه. الرياء هذا أمره خطير، لأن الشيطان هذه خدمته. الشيطان قبل العمل يريد أن يثبطك حتى لا تطيع الله سبحانه وتعالى. إذا أطعت الله وباشرت العمل يأتيك ويزين لك أن تزينه للناس أو أن تعلنه للناس ويوقعك في الرياء. وكذلك بعدما تكمل العمل يبقى موراك، يريدك أن تفاخر به أو أن تمن به أو كذا حتى يبطله عليه. فأنت في جهاد مع الشيطان، دائما في جهاد. ذلك قال بعض السلف قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. نعم، النية، هل تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى أم أن تقصد بعملك حظوظ الدنيا والمباهات وما إلى ذلك؟ والسمعة هي أيضا الرياء من الرؤية، والسمعة من التسميع، يسمع من السمع. نعم، وهو يعني يشبه الرياء. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راى الله به. من يسمع يريد أن يسمع الناس، أن يسمع الناس بعمله، يسمع الله به، ولكن هذا فيه تهديد تخويف. فهو قد يريد أن يسمع الناس أنه فاضل، لكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إما أن يعطيه ذلك في الدنيا فيسمع الناس ويرى الناس، من رأى الله به، يرى الناس أنه بطل ومجاهد ومغوار، ويرون أنه عابد أو حسن التلاوة وكذا، فيأتي يوم القيامة ويجد النار في انتظاره والعياذ بالله. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد ومتصدق وعالم أو قارئ للقرآن. وسبب هؤلاء الثلاثة لماذا أول من تسعر بهم النار؟ لأنهم يظهرون للناس أنهم ماذا؟ أول عملوا هذه الطاعات، الجهاد والصدقة وقراءة القرآن وتعليم العلم، عملوها لأجل أن يراهم الناس، ولأجل أن يثني الناس عليهم ويقولون فلان مجاهد وشجاع وبطل ومقدام، والآخر حتى يقول الناس عنه إنه جواد كريم وينفق ولا يخشى الفقر، والآخر أيضا حتى يقال عنه قارئ وحسن التلاوة أو عالم جهبذ لا يبارى. لكن يوم القيامة يأتي فيقول الله له: لماذا تعلمت العلم؟ والآخر يقول: لماذا قد أعطيناك المال؟ والآخر يقول: أعطيناك، صححنا لك جسدك وأعطيناك القوة والسلاح، فماذا فعلت؟ هذا يقول: يا رب جاهدت فيك حتى استشهدت. الآخر يقول: يا رب علمت فيك القرآن، وهو يقول: علمت فيك العلم. والآخر يقول: ماذا؟ ما تركت من سبيل ينفق فيها لوجهك إلا أنفقت. فالله تعالى يقول له: كذبتم. يقول هذا: بل أنت جاهدت ليقال هو جريء، فلان شجاع، وأنت أنفقت ليقال جواد، والآخر حتى يقال قارئ أو عالم. قال: ثم يؤمر به فيسحبون إلى النار والعياذ. إذن فهذا الرياء والسمعة خطيران، أمرهما خطير جدا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الرياء والسمعة. قال: والحسد. الحسد هو في الحقيقة فيه نوعان: فيه حسد مذموم وحسد محمود. والحسد المذموم هو المحرم، وهو الذي كبير من كبائر الذنوب، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير، أن يستكثرها في أخيه المسلم ويتمنى زوالها، فهذا هو المذموم.
وهو من صفات المنافقين، من صفات اليهود. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، إلى أن قال في آخر السورة: ومن شر حاسد إذا حسد، أي أظهر حسده وعمل بمقتضاه. لذلك قال بعض العلماء: ما من شخص إلا ولديه شيء من الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الآية في الحقيقة نزلت عن اليهود الذين حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله الكتاب والحكم والنبوءة. فقال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الحسد، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وهذه الآية سبب نزولها في بعض النساء حسد الرجال، نوع حسد من النساء للرجال. كيف؟ قال لك: هم يجاهدون في سبيل الله ونحن لا نجاهد. فالله تعالى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم أرشد إلى القاعدة الذهبية: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. واسأل الله من فضله. إذا رأيت عند أخيك فضيلة، رأيته فاتك بشيء أو رزق شيئا أنت لم ترزق به، اسأل الله من فضله. وصدق لله در القائل: فيا حاسدا لي على نعمتي، أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فهذا الحاسد في الحقيقة جاهل بعظمة الله. لماذا؟ لأنه رأى عند شخص فضلا من فضل الله، وعوض أن يسأل ربه من فضله ماذا؟ حسد ذلك الشخص، كأنه رأى مزاحمة، أن هذا الشخص يزاحمه. لا، ما كاش مزاحمة. الله تعالى ذو الفضل الواسع العظيم، وإذا أعطى أخاك شيئا هو قادر أن يعطيك 10 أضعافه وأضعاف أضعاف ذلك. فلماذا لا تسأل ربك سبحانه وتفرح لأخيك المسلم؟ علاج الحسد هو بهذا، أنك تجاهد نفسك أن تفرح لأخيك المسلم وأن تسأل الله من فضله. نعم. تدعو له بالخير وبزيادة الفضل، وتبرك، تدعو له بالبركة. والبغض أي أن تكره أخاك المسلم لغير معصية أو لغير فسق ولغير فجور. تبغض الناس لغير معصية كما سبق: وأبغض لله، أن يكون بغضك لأجل الله سبحانه وتعالى. قال: ورؤية الفضل على الغير، هذا يشبه ما سبق من العجب، أن يرى نفسه أفضل من غيره، هذا يشبه الكبر والعجب. الإنسان يجاهد نفسه على التواضع. قال: والهمز واللمز، لقوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمز يكون بالإشارة، بالعين، بالرأس، باليد، هذا هو الهمز. كما قالت إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من فلانة أنها كذا، يعني قصيرة، تشير إلى أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الله أكبر. واللمز يكون باللسان، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. شوف سبحان الله، أخوك المسلم هو كنفسك، رب سبحانه يعلمنا ويؤدبنا: إنما المؤمنون إخوة ولا تلمزوا أنفسكم. وفيه معاني، أنت إذا لمست أخاك فقد لمست نفسك، لأنه أخوك في الله، قد يكون أخا في النسب أيضا. وقال بعدها: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. إنسان ينبز أخاه بلقب، يلقبه بلقب مكروه مذموم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إنسان أخوك مؤمن، بعد تروح تنبزه فتجعل نفسك فاسقا.
بسبب لمزك إياه وتنابزك معه. يعني كنت في الإيمان، في مرتبة الإيمان، تهبط روحك تولي فاسق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كنت مؤمن تولي مؤمن فاسق، يعني هبط روحك لدرجة ذميم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. على كل حال العلماء لهم بعضهم يقول الهمز واللمز واحد، وبعضهم يعكس ما ذكرنا، لكن هذا الذي يظهر الأقوى والله أعلم. نعم. والله تعالى وصف المنافقين بهذا، كانوا يلمزون. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. أحد الصحابة جاء فتصدق بصدقة يسيرة فلمزوه، قالوا: إن الله غني عن صدقة هذا. آخر جاء فتصدق بصدقة كبيرة وكثيرة فقالوا: هذا مرائي. فأنزل الله قوله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إنسان يحذر أن يكون يلمز إخوانه، يستهزأ بهم ويحتقرهم ويعيرهم ويعيبهم وينقص قدرهم. هذا هو المقصود، يطعن فيهم في أعراضهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. إنسان يفخر بأنسابه وأجداده وأصوله ويطعن في أنساب غيره، هذا من صفات الجاهلية. قال: والعبث. العبث يعني فيما لا فائدة فيه. قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، هذا ليس من اللهو الباطل أن يلاعب زوجته، وتأديب فرسه، أي يدربها على الكر والفر لأنها من وسائل جهاد سبيل الله، ورميه بقوسه. الرمي بالقوس هذا أيضا ليس من اللهو الباطل المذموم لأنه أيضا يقوي على الجهاد. فرجع الأمر كله إلى ما فيه منفعة وفائدة. قال: والسخرية لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكل عسى في القرآن فهي واجبة كما قال جماعة من المفسرين: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا الذي جماعة رجال يسخرون من آخرين، قال لهم: عسى أن يكون هؤلاء الذين تسخرون منهم أفضل منكم عند الله. وبالفعل ما دام سخرتم منهم فأنتم صرتم فسقة، فهم خير منكم. فكل عسى فهي واجب. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، نفس الشيء، مجموعة نساء أو امرأة تسخر من أخرى، ما دام سخرت منها أنت صرت فاسقة فصارت هي خيرا منك. يجاهد هذا اللسان. أبو بكر بن الصديق رضي الله عنه وهو في علو المنزلة والمكانة كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. قال: والزنا، وهي من كبائر الذنوب أيضا، وفيها يقول عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني ماذا؟ يضعف إيمانه بدرجة كبيرة حين يقع في هذه الجريمة العظيمة. والزنا عاقبته وخيمة جدا، عواقبه خطيرة، وهو من أمهات أو من أمات الخبائث ومن رؤوس الكبائر. وحتى لا يقع الناس فيه الله سبحانه وتعالى شرع شرائع أخرى كلها تمنع من الوقوع في هذه الكبيرة. فشرع الله للرجال والنساء غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر لأجل حفظ الفرج، إذن حتى يمنع من الوقوع في الزنا. وأمر المرأة بالحجاب والتستر
فنهى عن اختلاط الرجال بالنساء حتى ولو كانوا صحابة وفي بيته صلى الله عليه وسلم. قال لهم: وإذا سألتموهن، شكون؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين اللواتي يحرم عليكم أن تتزوجوا بهن، ومع ذلك وإذا سألتموهن متاعا، ملعقة، صحن، طعام، فاسألوهن من وراء حجاب. هذا نهي عن اختلاط الرجال بالنساء. ومع قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذاك الجيل الطاهر ربي يزيد يعلل ويبين. ما يجيش واحد يقول لك: يا ودي انا ولا غرنيتي صافيه، انا دايرها كيما اختي. هل انت اطهر وافضل من صحابه رسول الله؟ وهل هذه المراه يعني افضل من امهات المؤمنين باش تجي تقول لي يجوز لي معليش انا دايرها كيما اختي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. هذا حجاب اول. والحجاب الثاني هو الذي تلبسه المراه اذا خرجت من بيتها. قال: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن، أي بأنهن حرائر فلا يؤذين من طرف المنافقين والذين في قلوبهم مرض. كان الله غفورا رحيما. في أمر لجميع نساء المؤمنين بالجلباب والحجاب الساتر السابق. هذا أيضا شرع. إذن شرع غض البصر للجنسين، ومنع اختلاط الرجال بالنساء حتى ولو كانوا في المسجد في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا وين؟ في الصلاة، وهم متجهون إلى اتجاه واحد ولا ينظر أحد إلى الآخر. يعني هذو راهم في المقدمة والآخرين النساء في المؤخرة. مع ذلك هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يبتعد الرجال عن النساء ولا يختلطوا بهم. هذا كله حتى لا يقعوا في الزنا. لذلك قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. ما قالش ولا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فنهى عن خطوات الشيطان وعن كل ما يؤدي إلى الزنا. بعض الناس يعني سبحان الله يستهين بالأمر، يعني تلقاه مع الأسف الشديد بكل وقاحة وقلة أدب. لو كانت تصح له أي بنت، يعني مع الأسف الشباب هذا، أي بنت لو كانت تصح له يزني بها، لا يبالي ولا يدري بأنه الزنا له عواقب وخيمة جدا. يعني هذه البنت الشرف نتاعها والشرف تاع الأقارب نتاعها كاع نفتحهم كاع راح تحط لهم فينا. يغري فيها البنت هذيك بالهواتف، يعني بكل الوسائل يغرف هذيك البنت وكذا ويحوس كيفاش. سبحان الله، نهار كامل هو شد الهاتف يحوس يتعرف على بنات، يحوس يغري بنات، يبذل اموال ويبذل كذا باه يغري هذيك البنت باه يوقعها في الزنا والعياذ بالله. ما عندوش باللي راح يطيح الشرف تاع البنت ويدمر لها حياتها ويدمر الحياه تاع الشرف تاع العائله هذه كامل، يوسخوا والعائله تاعه هو كذلك. وإن كان ربما هو يقول لك أنا الأمر أخف، لكن سبحان الله يا إنسان، أي أنانية هذه، أي جشع، أي وحشية، أي قلة أدب هذه يتخلي الإنسان. ومن بعد زيد لو كان تحمل هذه البنت، لو أنها حملت هذا الولد الذي سيكون من بعد يتربى لقيط ويعيش لقيط ويعيش منبوذ ويعيش حياته كاع ويدعي عليك، والذرية تاعه من بعده تدعي عليك وتلعنك، هذه كاع ما خممتش فيها. خمم فقط كيف يعني نزواتك وشهواتك. الله تعالى يقول: واتوا البيوت من أبوابها. أخي عجبتك بنت هذه ما شاء الله كذا، واتوا البيوت من أبوابها، روح اخطبها، أعطوها لك، اللهم بارك ما أعطوها لكش، كفى الله المؤمنين القتال، كاين النساء غيرها كثير. علاش حتى الإنسان يروح يدير جريمة تتبعها جرائم؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: والنظر إلى الأجنبية والتلذذ بكلامها. نعم، وهذا من النظر الذي سبقت الإشارة إليه أنه من محرمات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. وقال للنساء:
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقال لا تخضعن بالقول، أمر المرأة أن لا تتكسر في كلامها. إذا احتاجت أن تكلم الرجل، والأصل أن تبتعد عن الرجال ما استطاعت، لكن إن احتاجت إلى أن تكلم الرجل لا يكون فيه خضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويكون هذا من خطوات الشيطان التي تؤدي إلى الزنا والفواحش والعياذ بالله. وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، الله تعالى يقول في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ونهى عن أخذ مال امرئ مسلم ولو كان عودا من أراك، تديش حاجة أخوك المسلم إلا بطيب نفس منه. وقال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. قال والأكل بالشفاعة، الشفاعة يعني إنسان يكون عنده جاه، يكون عنده سلطان، عنده منصب، ويشفع لأخيه. يجيه واحد يقول يا ودي لو كان تعاوني تسعى معايا، أنت عندك معارف ولا كذا، وباش نقضي الصالحة الفلانية. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وجاء في الأثر أكثر العلماء يرون بحرمة أخذ أجرة على الشفاعة أو هدية على الشفاعة، للأثر الذي فيه من شفع لأخيه شفاعة أي توسط لأخيه فأهدي له فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود الإمام أحمد في المسند. لكن هذا الحديث عارض أحاديث أخرى أصح منه، ومنها قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. قلت هذا الحديث معارض، لذلك بعض العلماء لم ينشط لتصحيحه. لكن عموما الإنسان يحرص خروجا من الخلاف أنه إذا شفع لأخيه شفاعة، هو متى يكون النهي؟ يعني الحديث ربما هذا الذي حمله عليه بعض العلماء، وهو أنه إذا اشترط يقول له أنا نعاونك بس بشرط تعطيني كذا، هذا يخشى عليه أن يقع في النهي. لكن إذا كان أنت سعيت مع أخوك في سبيل الله ثم أراد هو بعدها أن يكرمك من غير أن تشترط أو تطلب، فهذا الذي يظهر أنه ماذا؟ أنه لا بأس به، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر، كان يعطي عمر مالا فكان يرفض، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس أو طلب فخذ. نعم، هذا الحديث. لكن الذين أخذوا بهذا الحديث ومنعوا قالوا لأن هذا يؤدي إلى أنه يولي اللي ما عندوش باش يدفع لا يشفع له، يؤدي إلى هذه المفسدة، لذلك الحديث يمنع. لكن المسألة كما قلت فيها أحوال، يعني ليست على حالة واحدة. نعم. قال أو بالدين، الأكل بالدين والعياذ بالله هذا أيضا من الأمور الخطيرة. هذا بالدين يصحح عندكم بالفتح، صحوها بكسر الدال. ولا بأس، يجوز الفتح. أو بالدين أن يقرض ويشترط الزيادة. نعم، هذا أيضا قال فيه صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا كان يأكل بالدين أيضا هذا داخل في النهي. نعم، يمكن يجوز الفتح والكسر هنا في هذا الموضع. إنسان يقرض غيره ويقول لكن ترجع لي بالزيادة، هذا من الربا.
هذا من الربا. الأصل في القرض في الإسلام القرض ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال لك: هذا الذي أقرضته وإن كان ذو عسرة، مش تروح تزيد له، هو مسكين فقير، أنت عندك المال، ربي يفتح عليه. نكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. عندكم صحيحة؟ ربما طبعا الأخرى. هذه وش مطبعة؟ دار الوعي، دار الإمام مالك بن يسر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. ما بعد. إذن فالأكل بالدين إنسان يعني يظهر الصلاح ويظهر العلم ونحو ذلك حتى يعني يكرمه الناس لأجل ذلك، أو ربما والعياذ بالله يفتي ربما لبعض السلاطين بما يرضيهم حتى يأخذ عليه مكافأة. فهذا من الأكل بالدين والعياذ بالله. بعض الناس يغير الفتوى، مع الأسف يغير الفتوى لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا صديق أو غني أو سيهديه هدية فيغير له الفتوى ويفتيه بما يساعده. فهذا أيضا من الأكل بالدين والعياذ بالله. والدين كما قلت هذا من إذا كان يقرض ويطلب الزيادة في الرد، فهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه أشد النهي، وأعلن الحرب على صاحبه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال: وإن كان ذو عسرة، هذا الفقير الذي أقرضته أنت مالا، إن كان ذو عسرة، إن كان في ضيق من أمره فناظرة إلى ميسرة، أي أنظره، زيده في الأجل، اصبر عليه. فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تسامحه أو تخفف عنه من الدين هذا خير لك لو كنت تعلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هذا الغني أعطاه مالا زائدا عن حاجته، وهذا الفقير عنده نقص في المال. إذا كان هذا الغني يقرض الفقير اللي هو ما عندوش ومن بعد يزيده، هو مسكين راه حاصل باش يرجع الدين، هو يقول له تزيد لي ترجع لي بالزياده، واش راح يصرى؟ هذاك الفقير المسكين يبقى غير يخدم ومن بعد او لحق الاجل وما ما قدرش يرجع، يقولوا عندك بيناليتي، عندك زياده عقوبه، يبقى هذاك الفقير يخدم به للغني،
فتصير الناس على طبقتين: أغنياء عندهم ثراء فاحش، وفقراء ماذا؟ في فقر مدقع. ويحدث اختلال في طبقات المجتمع، تولي طبقتين: طبقة فقيرة، طبقة غنية وغنى الفاحش. وتولي هذه الطبقة الفقيرة فقرا مدقعا تولي كأنها عبيد عند هؤلاء الأغنياء. هذا الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل لابد أمر الأغنياء أن يخففوا المعاناة عن الفقراء ويسهلوا الأمور عليهم ويحصل توازن، وبهذا يحصل توازن. أما هذا سبيل الربا أو سبيل اليهود وأتباعهم فهذا يؤدي إلى كما ذكرنا، يؤدي إلى تضخم الأموال عند أشخاص وفقر مدقع عند أشخاص آخرين. هذا يؤدي إلى ظهور آفات السرقة والحسد والبغضاء وتفرق المجتمع والعصابات الأحياء والمافيا وما إلى وسرقة كذا، هذا وسرقة البنوك وما يشبه. فهذا بأي شيء بعدم وجود توازن. أما الإسلام فيأمر لا، يأمر بالقرض. توسع عليك ربي وراك في راحة وسعة، توسع على أخوك الفقير، سلف له نهار يلحق الأجل، إذا ما لحقش مش تزيد له ضريبة وعقوبة، لا، وإنما إما أن تزيده في الأجل وإما أن تتصدق عليه، تخفف عنه من الدين أو تسامحه. هذا هو المطلوب، والله تعالى يبارك لك ويفتح عليك. هذا الذي دلت عليه الآيات. قال: وتأخير الصلاة عن أوقاتها. الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وبها يظهر إسلام المسلم. يعني في يومياته المسلم، في يومياته ما الذي يظهر إسلامه؟ الصلاة. الصيام مرة في العام، والحج مرة في العمر، والزكاة ربما لا تجب عليه لأنه فقير. وش بقى؟ ما الذي يثبت إسلامه ويثبت أنه لا زال على هذا العقد العظيم، أنه لا زال ثابتا؟ هي الصلاة، هي الأمر اليومي الذي يثبت الإسلام. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى أمر بها وأكد وكرر الأمر وأمر وأعاد، فقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عندها وقت محدد تؤدى فيه، لا تخرج عنه، لا تقدم عن وقتها إلا إذا أذنت الشريعة، ولا تؤخر عن وقتها إلا لعذر أو بإذن من الشريعة. وقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها ويستهينون بها. ويدخل فيه كما قال أشار ابن كثير حتى الذي ماذا لا يهتم لأمرها أو ينقرها نقر الديك ونحو ذلك. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. اقرأ. ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يكون ضر خلقنا بصحة الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يؤتوه إن كانوا مؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واصل. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. واصل. ولا يرضى لنفسه ما رضيه في سنة الذين طاعت أعمارهم في غير طاعة الله فيا حسرة لهم ويقول بكائهم يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن قال: لا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة. وهذا سبقت الإشارة إليه بقوله: لا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه، هجران بكسر الهاء كما ضبطه في المصباح المنير. وصحبة الفاسق فيها خطر عظيم. قد قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إنسان يقولون في المثل: الصاحب ساحب. الإنسان لابد أن يختار الصحبة،
تختار من يجالس ومن يصاحب. ماذا بك تصاحب اللي كما أنت في الخير أو من هو أفضل منك. نعم، هذا الذي ينبغي أن تحرص على صحبته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وجليس السوء مثلين، فقال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يبيع المسك، ونافخ الكير هذا الحداد الذي ينفخ في النار. قال: فحامل المسك إما أن يحذيك، يعطيك تدير شوية مسك ما شاء الله، يضربك برشة مسك اسمنا والتتريح كما يقول. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه تتشري عليه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو الجليس الصالح. في الفايدة معه دائما في الفايدة ما شاء الله. قال: ونافخ الكير هذا الذي ينفخ في النار، إما أن يحرق ثيابك، يطير لك جمرة تحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ريحا كريهة، رائحة كريهة، رائحة النار وعرقها ونحو ذلك. فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ويشبه به الجليس الصالح والصاحب الصالح والصاحب السوء. قال: ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، المؤمن يحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. وأما الفاسق والفاجر وضعيف الإيمان والمنافق والكافر فتلقاه يهتم بالمخلوقين، بهؤلاء العباد. أرسلت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رسالة، هو استنصحها، طلب منها النصيحة، فأرسلت إليه رسالة تقول له: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. نعم، رواه الترمذي وفي الصحيح. فهذا الحديث اختصر المسألة. من التمس رضا الله ولو كان ذلك بسخط الناس، ماذا؟ بشيء ربما الناس يزعفوا عليه، هو أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، قال: كفاه الله مؤنة الناس. الله عز وجل يكفيه ما أهمه من أمر الناس. والعكس، من التمس رضا الناس، يحوس يرضي الناس بسخط الله، الشيء الذي يسخط الله، ماذا؟ قال: وكله الله إلى الناس. جاء في رواية: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. فهذا الإنسان اللي يشوف في الواقع تراه، يعني الناس اللي لا تلقي بالا لربها عز وجل ولا تحرص على رضاه وتريد أن تنال رضا الناس، ماذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يخزيهم، لهم في الدنيا خزي، يخزيهم الله سبحانه وتعالى ويفضحهم على رؤوس الخلائق في الدنيا قبل الآخرة. سلمنا الله وإياكم. قال: ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. نعم، وهذا الذي قال فيه ابن عاشر أيضا: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. يتوقف عن الفعل حتى يعلم حكم الله فيه. وهذا نقل الإمام القرافي في إجماع أنه لا يجوز لشخص أو لمسلم أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. وهذا كثير من الناس مع الأسف يضيعون هذا الأمر. تلقاه إنسان عنده شركة، عنده مؤسسات، عنده دولة، عنده ما أدري، وعنده مستشارين في كل المجالات ما عدا المستشار الشرعي. مستشار يعطيه حكم الشريعة، حكم الله سبحانه وتعالى، لا يبالي، ما على بالوش به. جيب برك ودير برك وكذا، وتبع ماركتينج وما أدري كذا، وتصير اقتصاد وجستي وما أدري، ويقرأ ويطلع ويهبط. عنده استشارات في كل مجال، مستشار حتى النفسي وكاين سيكاتر موجود. لكن مستشار شرعي يعطي له حكم الله في تسيير الشركة، تسيير المؤسسة، في تسيير الدولة، ما كاش. في تسيير الوزارة، في تسيير الولاية، ما كاش، مع الأسف الشديد.
هذا خطير. قال ويقتدي بالمتبعين، ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان. الناس قسمان كما بينت الآية. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الناس قسمان، كاين أهل الذكر وكاين غيرهم. إما أن تكون من أهل الذكر من أهل العلم وأهل الفقه، وإما أن تكون من غيره. فإن كنت من أهل الفقه وأهل العلم وأهل الفتوى فإنك ماذا؟ ستعرف وتستخرج حكم الله سبحانه وتعالى من النصوص، ومن تدرس أقوال المذاهب والأئمة كما ذكرنا في التفقه، في مراحل التفقه، وتصل بمعرفة حكم الله سبحانه وتعالى بدليله. أما إن كنت لست من أهل الذكر والعلم والفقه فإنك من غيرهم، فالواجب عليك أن تسأل أهل الذكر. الواجب أن تسأل أهل الذكر الذين كما قال الشيخ المتبعون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى فيهم ماذا؟ تعظيما للقرآن وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعا واقتداء بهما واقتداء بالأئمة الصالحين المتبوعين. فهذا تسأله وتستفتيه، ومذهبك مذهب مفتيك. المقلد ماذا؟ إذا سأل فإنه ماذا؟ يتبع هذا العالم الذي أفتاه ويقلده، وهذا فرضه، هذا الواجب تاعه، لأن الله قال له هذا، أمره به، أمره أن يسأل أهل الذكر. فإن أفتوه فإنه يعمل بما أفتوه به، لكن يكون أمينا في النقل. ماشي هو يكون طلق الزوجة نتاعو 5 أو 6 مرات وهو يروح يقول له أنا مطلقها زوج، ومع الشيخ يدخل له طلقتها زوج، وش يقول له؟ ما زالت زوجتك، صح ولا لا؟ واحد مع الأسف الشديد تتحايل على ربي ولا على نفسك ولا على العباد. جاء إلى بعض زملائنا من الفقهاء فقالوا يا شيخ أنا مطلقها 2 مرات. ولكن الفقيه يا إخواني الكرام، الفقه والفتوى راهي صناعة لها شروط. لولا ضيق المقام كنا سنذكر لكم بعض أقوال العلماء في شروط المفتي. باش تولي تفتي ماهيش سهلة، هي شروط كبيرة. هذا فقيه مفتي على حق، يعني بحق. الفقيه لازم يكون ذكي، لازم يكون حيلي، ماشي أروح مفتي، ماشي سهلة الفتوى. فيحكي لي قال لي قلت له 2 مرات. الزوجة نتاعو حاضرة، وفي مسائل الطلاق لابد أن يحضر الطرفان، لأنه المسألة ليست سهلة. أحيانا الكلمة تقدر تبدل الفتوى. فزوجته حاضرة قالت له راه مطلقني بزاف، أكثر من 3، راه مطلقني 5 ولا 6 مرات، وقيل 10 قالت له. قال لي والرجل يقول لا أنا مطلقها غير زوج فقط، باهي يزيد يديها مسكين. قال لي قلت له اسمع بيني وبينك، صارحني قول لي الحقيقة، بالك نلقى لك فتوى نخرج بها من الإشكال. قالوا تحب الصراحة؟ قالوا لا كما راهي تقول. قالوا صح. قالوا مالي نقول لك ولا غنحرمت عليك. الشاهد هو ماذا؟ هو أن بعض الناس يعني سبحان الله يروح ينقل، يريد أن يأخذ فتوى من عالم فلا يعطيه الحقيقة. العالم يفتيك بحسب ما تسأل، ما أعطيته من المعطيات. عنده معطيات بها يحكم، تغير له في المعطيات. أنت تتحمل المسؤولية. ما تقولش فلان افتالي راهي في رقبته، لا، ما زال في رقبته. فكن صادقا في نقلك. نعم. قال ولا يرضى لنفسه ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة. نعم، الإنسان المؤمن تكون همته عالية، هكذا ربانا القرآن، همة عالية إلى المعالي، وهكذا ربانا نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة. قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة أي خيرها ومنه تفجر أنهار الجنة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة. وهكذا كان أصحابه لما حدث الصحابة عن أبواب الجنة ومن أنفق على الزوجين في سبيل الله ينادى من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. إنسان كان
من أهل الصيام، ينادى من باب الصيام: يا عبد الله تعال ادخل من باب الصيام، وهو منفق أيضا. ينادى من باب الصدقة: تعال يا فلان ادخل من باب الصدقة. أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، أرأيت يعني من كان يعني هل إذا دعي العبد هل هناك ضرر إذا دعي العبد من هذه الأبواب كلها؟ قال: لا ضرر عليه، وأرجو أن تكون منهم يا أبو بكر. هكذا كان أبو بكر. أبواب الجنة 8، أنا أريد أن أنادى منها كلها. هكذا كان، همة عالية. سأل أصحابه يوما قال: من منكم اليوم صار مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال: أنا يا رسول الله. من تبع جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل من أي أبواب الجنة كان أو شاء. فهكذا كان الصحابة، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على علو الهمة. لله در طغرائي صاحب لمية العجم يقول: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تكونش كما الهمل، الناس ما عندهمش همة وما عندهمش حرص على الآخرة. ثم ختم هذه المقدمة الأخلاقية العظيمة بقوله: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفيعنا يوم القيامة وسيدنا وحبيبنا وخليلنا. اللهم زدنا علما وانفعنا بما سمعنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.